السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. جمعة مباركة علينا جميعا ان شاء الله. ربنا يا رب يسعد ايامكم ويرزقكم جميعا من واسع. النهاردة عايزين نقول كلمة مهمة قوي. هل الفول بيجيب اسهال؟ كتره يجيب اسهال؟ لا، انا عن تجربه اهو. انتي بتحطي، بس قبل بقى ما نقول، اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، وعايزين لايكات كتير وتشجعونا ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك في عمركم. بصي، انتي بتحطي، هتحطي كيلو علف، هتحطي ربع كيلو فول، بس الربع كيلو ده هيعمل معاكي مفعول رهيب مع البط بتاعك. تحطي ربع كيلو بس فول، ربع كيلو، ماشي. انا اهو البط عندي اهو الحمد لله واكل، لا في اسهال. الاسهال يعني في خضار على الارض، يعني البراز بتاعهم نازل اخضر اهو. شايفين في حاجه؟ الله اكبر، في حاجه؟ مفيش حاجه. يبقى انا لو هو هيضر طيوري انا احطه؟ ما هو احنا يا جماعه لو هو هيضر طيوري انا مش هحطه. طيب انا كمان بعمل معاه ايه؟ انا كنت قاليه بني، بصوا ده البواقي اللي بتبقى فايض. اعمل ايه؟ ده انت حطيتي غذاء رهيب، انت حاطه بروتين عالي جدا للبط بتاعك. تخيلوا بقى لما ياكل الوصفه الهايله دي، تحطي البواقي. اوعي ترمي حاجه، اللي انت بترميه الطيور بتحتاجه، وفي نفس الوقت بس مش الطيور محتاجاه، ده غذاء عالي جدا جدا للطيور بتاعتي. تخيلوا حبة الزيت اللي انت قلتي فيهم اي حاجة، سمك، بانيه، اي حاجة، حتى البتنجان كله كله كله، لما تحطي له الطيور بتاعتك ده فيه غذاء كبير جدا للطيور، فيتامينات عالية جدا. البط هياكله وهيتبسط. يبقى انا ليه ما احطش واستفدش من الحاجات اللي عندي؟ طيب عايزه اقول لكم ان ما تخافيش لما تحطي الفول. انت بتحطي ربع الكميه، ربع كيلو على الكيلو، او على الكيلو الرده، او على الشيشه، اي حاجه بتحطيها، حتى لو هتحطيه لوحده مع اي حاجه، اي اكل احنا هنعمله من الوصفات بتاعتنا، جزر، بطاطا، كل الحاجات دي، لا مفيد جدا. حطي ربع كيلو ونخلطه، وهوريكم نخلطه ازاي مع بعضينا. ده لسه عندنا وصفات هايله من غير ما نتكلف حاجه. احنا بنحاول نربي طيورنا باقل التكلفه، يعني بحيث ان احنا ما نغرمش نفسنا كتير، وفي نفس الوقت نستفيد، ويبقى البطايه عندي فعلا جايبه نتيجه. بص دخلت تسبح في حمام السباحه بتاعها بنت بص، البط عشقه في حياته هو الميه. الميه قلنا اتفقنا. انا بص بحط ايه؟ الميه حتى تلاقيها مش صافيه بيضه، انا حاطه ليمون، ده حاجه اساسيه. بجيب الليمون واضربه واحطه، بس انا النهارده عصراه بايدي. هل ارمي القشر؟ لا، ما ارميش القشر، بقوم مقطعه حتت صغيره واحطه على العلف. مش يا جماعه؟ فده السؤال اللي الاخت الفاضله، ربنا يا رب يبارك في عمرها، وبشكرها على المتابعه، وبشكركم جميعا على المتابعه. الفول ما بيجيبش اسهال، ولو بيجيب اسهال انا مش هحطه للطيور بتاعتي. وهي الارض اهي ما عليهاش اي خضار. الخضار الاسهال يعني معناها ان الارض عندك هتلاقي البراز فيها اخضر. فهو الحمد لله رب العالمين. وعمري ما هقول لكم على حاجه تضر طيوركم، لان احنا مع بعض وبناكل مع بعض. مش معقوله احط الحاجه وارجع اشيلها، لا، ادينا مع بعضينا باذن الله. وعايزه اقول لكم الخل، انت بتحطي في الميه، راح اكتبي بس الخل عشان تعرفوا ان انا على طول انا حاطه بص كل امكانياتي جنب الخل. بتحطي معلقه الخل على الميه دي، اقوى مضاد حيوي. بتحطي لي ايوه تمطعي كده البطايه، بص تاكل وتشرب وتتمطع. بصوا الخل من الحاجات المهمه. تكوني عايزه تدي مضاد حيوي، عندك الخل، تحطي معلقه الخل. قشطه قشطه، تبقي انت اديتيهم حاجه من الاخر. زائد بقى ان العلف، او حطيتي علف، حطيتي شيشه، حطيتي اي حاجه، اوعي تحطيها صافيه.
صافيه دي احنا بنحطهاش. يعني انا هنا حطيت البواقي الاكل اللي انا القلي اللي انا قاليه فيه، وحاطه الفول، حتى اهو الفول باين اهو، وحاطه حبه العلف، وحبه السكر انا بحب احطه اساسي عندي، وحبه النشا. وحطي الاكله دي وانسي، دي وصفه رهيبه للطيور بتاعتك. وتعطشي الطيور، انا معطشاهم على فكره، تلاحظوا ان هم ماسكين الميه بس لان انا معطشاهم علشان خاطر احط الليمون. الجو مش حلو، والتربيه في الشتاء محتاجه رعايه خاصه. انت الليمون ده حاجه اساسيه تحطيها للطيور بتاعتك. بصوا، وغير كده كمان البط بيحب الميه جدا. طيب احسن نوع بط ايه انت هتحطي له تربيه وزي ما اتفقنا يكبر معاكي ويشيل المولر. المولر يا جماعه من الحاجات اللي بتجمد معاكي، وكمان بيشيل لحم ويبقى زي الفل، والحمد لله ما بيهنكش منك في وسط الطريق. تاني حاجه ان انتوا بصوا العشه انا فتحتها، سيبها مفتوحه كده لاخر النهار. ليه بقى؟ عشان تبقى مهويه، عشان انت ما تسيبيهاش مكتومه ويبقى ايه على كتمه. لا، لازم تهوي المكان بتاعك بحيث ان الطيور بتحب تغيير الفرشه بتاعتها. وبعدين علشان لو في اي ميكروبات نبقى احنا هوينا وطهرنا المكان، واقوم منضفه مكانهم كده، واقوم سايباها طول النهار متهويه وزي الفل. وايه بقى الطيور تدخل عليها تبقى انت كده بيتيهم في نظافه زي ما احنا بننظف لنفسنا. الطيور للاسف نفس القصه، متعبه جدا، يعني لازم تقعدي تنظفي وتعملي نفس النظام. بس بقى البط هياكل ويتبسط ويتكيف، واكله بصوا فيتامين عالي تنشط العظم زي ما بيقولوا. لان الزيوت عموما من الحاجات المغذيه جدا للطيور بتاعتي. الزائد غير كده انها مغذيه، انك انت لما بتقلي فيها حاجه، مش احنا مثلا قلينا بليه قلينا سمك، في فيتامينات في الحاجه دي بتنزل في الزيوت برضو. دي لما تحطيها للطيور للبط بقى، لا يعني الا بقى لما تحطي الزيت بتاع زفارة السمك، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيفتح النفس جدا. كل الزيوت دي على فكرة بتفتح نفس الطير على الاكل وتخليه ياكل كمية مضاعفة. ده اللي انا عايزه اقوله لكم. فالفول ما بيجيبش اسهال، ولو بيجيب اسهال انا مش هحطه لطيوري، لان الطيور دي بفلوس ومتكلفه، والدنيا زي ما انتوا شايفين ما هي سهله، الدنيا صعبه. فمش معقوله ان انا احط حاجه تضر وعشان اعمل فيديو او حاجه. لا، انا بحط الحاجه بما يرضي الله زي ما بحط لنفسي. بقول لكم اللي انا حطيته لنفسي وده فعلا جاب نتيجه. واحنا الحمد لله في مجال التربيه ده يعني بقالنا اكتر من 20 سنه بنربي، وبيتعمل لو عايزه تبيعي منه وبيدخلك رزق حلو جدا برضو. تابعوا فيديوهاتي وباذن الله نعمل مع بعض احلى شغل. اتمنى ان انتم ما تنسونوش وتشجعوني. واللي عنده استفسار انا بشكر الاخت اللي سالتني، لان دي حاجه بسطتني جدا ان هي تابعت الفيديو بتاعي. وربنا يا رب يبارك في عمركم جميعا. وما تنسونيش بقى بالاشتراكات واللايكات وتشجعوني ان شاء الله رب العالمين. واسيبكم في رعاية الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.